ايه رأيكم في شوية الزبادو الجمال دول بتوع السحور وبتوع بعد الفطار اللي بيريحوا المعدة؟ شايفين الجمال؟ 3 أصناف و3 أنواع، وزي ما تحبوا شكلوا واعملوا. حاجة جميلة ومعمولة في البيت وطعمها كان خطير. يلا بينا على الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ده فانوس رمضان، ابني جابهولي والتاني جابلي فانوس أصغر، بس بالنسبة لي أحلى هدية وعجباني. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ كل سنة وانتم طيبين، داخلين على رمضان. طبعا ما بنستغناش لا عن الزبادي ولا عن الرايب اللي هو الزبادو السادة أو بالفواكه. الأساسي فيه اللبن الرايب زي ما انتم شايفينه، أنا مروباه في البيت. شوية لبن يدوب ندفيهم مش نغليهم، ونقطة خل، وأغطيهم وأسيبهم 2 3 هتلاقيهم رايبين. ومعايا طبعا منجاية، ومعايا فراولة بالكمية اللي احنا عايزينها، ومعايا حوالي 1.5 كوب لبن حليب أو 2 كوب، ده بقى الكمية اللي هتتعمل. ومعايا طبعا سكر، ومعايا اللبن الرايب، ده رايب أنا اللي مروباه في البيت. زي ما قلتلكوا بتدفيه، ما بيوصلش لدرجة الغليان. وبعد كده بتحطيله نقطة خل كده وتسيبيه، بيبقى عندك زي الزبادي اللي هو الزبادي السادة خالص. بس كده هاجي انزل السادة اللي احنا عملناه ده، معلقة كوباية شوية لبن على شوية لبن رايب على شوية سكر، وضربتهم في الخلاط. وزي ما انتوا شفتوه نفس الحكاية هعملها في اللي هو الزبادي الفراولة او الزبادو الفراولة. حطيت شوية فراولة، عليهم شوية الرايب، عليهم شوية سكر، عليهم شوية حليب. الحليب ده مغلي مغلي ومتبرد، ده كده لوحده مغلي. طبعا عشان احطه على الرايب ده هيروب كله مع بعض، انا عايزه اضربه كده الاول اللي هو يبقى سايل تقيل، هو ده الزبادو. طبعا ضربته في الخلاط اللي هو بالفراولة وصفيته، عشان الفراولة بيبقى فيها بذر وحاجات كده، فانا عايزاه ملمسه ناعم، ملاقيش حاجة فيه تضايقني. شايفين الجمال بتاعه؟ وطعمه بصراحة طعمه كان خطير. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ شوية الرايب مع شوية الحليب مدينه القوام بتاعه المناسب. وطبعا ادي السادة وادي اللي بالفراولة. هنعمل بقى ايه؟ اللي بالمانجا هو اللي فاضل. نزل برضو زي ما عملت في الفراولة هعمل في المانجا. هنزل المانجا، هنزل بقى السكر على شوية الرايب على شوية الحليب، وهروح بيهم برضو على الخلاط. بس المانجا يلا بينا على الخلاط. بس المانجا مش هصفيها، انا عايزة فيها قطع مانجا كده هتشوفوها دلوقتي. شايفين برضو القوام بتاعها عامل ازاي؟ زبادو المانجا ده انا ما شفتوش قبل كده، بس انا اخترعته. حلو المانجا طبيعي في اي حاجة بتبقى حلوة. يا سلام بقى لو جربتوها كده على اللبن الرايب الزبادو ده. شايفين المنظر؟ والله مش مجاملة ولا حاجة، بس طعمهم كان خطير. هوريكم القوام ده بقى، كان عليه فوم كده اللي هو السادة، ده طبعا سكر ورايب وحليب. ده بيريح المعدة بقى، يقولك مثلا لو معدتك وجعاك ولا عندك حموضة خد لك شوية رايب. هو ده الكلام، هو ده الكلام بتاع الصيام بتاعنا بقى. كل سنة واحنا طيبين. ده اللي هيفضل الكوباية دي اللي هتفضل مريحينكم طول النهار. شايفين قطع المانجا؟ وده طبعا زبادو الفراولة، هو ده الأصلي الأساسي. زبادو المانجا ده أنا اللي عملته، كان طعمه حلو طعمه جميل. جربوه، ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين. يا ريت الوصفة بتاعتي تعجبكم، ويا ريت تشجعونا. شايفين الجمال؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. شايفين يا حبايب الجمال؟ ادعمونا بلايكاتكم واشتراكاتكم. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين.